صارت لي حاجة ما كنتش نستناها كامل. كيما على بالكم بلي جيت نجوز رمضان هنا في كوديفوار باش نعاونهم لبناء مدرسة قرآنية للأطفال ديالها. بصح اكتشفت حاجة انه ابسط متطلبات الحياة هما ما عندهمش. بصح الكنز اللي اكتشفته هنا والبساطة اللي اكتشفتها لهنايا ابعد من ان يتقبلها عقلك. إلا تعيشها وتحس بها صح. ولا نحكيو على الغسيل ولا على الشرب تاعهم ولا على الماء ديالهم كما راكم تشوفوا. هاي المرات تنوض كل صباح تعمر الماء من البير باش تروح تغسل الحوايج ولا تغسل الماء. هذه هي الخدمه ديالهم، يخدموا اي حاجه متعلقه بالطين ويبيعوها للناس. هنا يطيبوا وهنايا الاكل الحلال تاعهم. هذا الفورنو مخدوم بالطين وهنا يطيبوا. نديكم تشوفوا الكوزينه ديالهم. شوف هذه هي الكوزينه ديالهم. عمري ما شفتهم يشكو ولا يقول لك ما عندناش ولا يمد يدو ليك والو. الحاجه الوحيده اللي دائما يقولها لك الحمد لله وعدنا غير ربي سبحانه. نروحوا للمفاجاه والحاجه اللي صارت لي ما كنتش متوقعها. ما عندهمش باش ياكلوا، زعما الاكل تاعهم يقدر يكون دائما روز. شوف لدرجه البساطه ديالهم، بالك عنده كبش واحد ولا معزه واحده جابها وقال لي اسامه روح تذبح. ايماجيني ما عندهمش باش ياكل، بصح لدرجه البساطه تاعو حب يضيفني ويكرمني، جاب لي معزه باش نذبحها. يا الله، الميساج اللي حبيت نوصله لك دايما ارضى بوش عطالك ربي سبحانه، لان الحاجه البسيطه عندك بالك هي حاجه عظيمه عند الناس واحد اخرين. دايما حمد ربي سبحانه. السلام عليكم.